السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعضنا طريقة تزيين تورتة الشوكولاتة. طبعا احنا عملنا مع بعضنا قبل كده الجاتو الشوكولاتة وجاتو الفانيليا، وانتوا عارفين طبعا طريقة الاسبونش ازاي. انا عاملاها مرتين معاكم، فما حبيتش ان انا اكرر تاني. والكريمة وكل حاجة عاملينها مع بعضنا في فيديو الشوكولاتة وفيديو الفانيليا. فاحنا النهارده عملت الكيكه اختصارا للوقت طبعا، وان احنا عاملينه قبل كده. دي هي كيكه شوكولاته اسبونج، وطبعا ومعانا الكريمه برضو. ودي الحاجات اللي احنا هنزين بيها. فهنا نحط الورقتين دول على القاعده بتاعه التورته، القاعده بتاعتها، عشان خاطر ايه لما نيجي نزين ما تتبهدلش معانا. والورق ده هنشده بعد ما نخلص، هنشده ايه بسهوله خالص، وعشان الحاجه ما تبقاش معانا تبقى معانا مظبوطه، القاعده تبقى نظيفه يعني معانا. فاحنا اهو معانا الكريمه، نفردها زي ما حضراتكم شايفين. انا بفرد بمعلقه عادي، اي حاجه متوفره عندك اعملي بيها يعني، ما تقفيش. في ناس بتفرد بكيس حلواني، تحط في الكريمه في كيس الحلواني وبعدين تفرد. انا عادي يعني، اي حاجه بمشي نفسي بيها، ما بوقفش على حاجه. ولازم نحط نحط الكريمه كده تكون يعني كميه حلوه، مش نحطها كميه بسيطه كده الكيكه تشربها، لا، يبقى كميه حلوه كده محترمه معانا. حطينا اهو اول رقتين اهو، ودي تالت واحده قلبناها بقى، قلبناها على الجنب التاني، ما حطيناهاش يعني، حطينا الوش من تحت والقعر القاع بتاعها من فوق، عشان تطلع معانا الكيكه لما نيجي نظبطها ونسويها تطلع مظبوطه معانا. اللي ما شافش طريقه الاسبونش يرجع للفيديوهات القديمه يا جماعه. انا عامله طريقه الاسبونش مرتين، في جاتو الفانيليا وجاتو الشوكولاته والكريمه طبعا، وعامله الكريمه وعامله كل حاجه بالتفصيل في الفيديوهات اللي فاتت. انا ما عنديش قاعده للتورته اللي هي بنزين عليها دي، فعادي زي ما حضراتكم شايفين، اي بمشي حالي وبعمل، والحاجه الحمد لله بتطلع كويس يعني. بأقل حاجه واشتغلي، ما تقفيش. وهنا اهو سويناها. وهنا بقى معايا شوكليت شيبس. هن هنحط في الجوانب كلها، نملى الجوانب. ممكن شوكولاته مبشوره، ممكن جوزة الهند محمص، تكوني محمصاه كده تحت الشوايه، يعني تديله لون كده بني خفيف كده، ما تخلوش يتحرق برضو. هنا اهو خلصناه عشان الفيديو ما يبقاش طويل على حضراتكم. وبكيس حلواني عملت روزيتات كده وقسمتها 4، عشان احنا كل جزء هنحط فيه حاجة. هنا دي معايا شوكولاتة جوز الهند، انا عاملاها قطع. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم يا رب، وقناتي تكون بتعجبكم، واكون بقدم حاجة كويسة. هنا اهو نحط الشوكولاتة. وما تنساناش بدعوة حلوة في ظهر الغيب و... وتدعمونا كده وتشجعونا ونكبر مع بعض ان شاء الله. وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كده وشيروا الفيديوهات، عشان نكبر مع بعض ان شاء الله ونبقى عيلة كبيرة بإذن الله. وهنا دي اللي هي الشوكولاتة اللي هي الكريسبي دي، اللي هي كور دي برضو. وهنا معانا تالت حاجة شيكابون،
باي حاجه، اي حاجه. هي طبعا التورتيه دي كانت مطلوبه كلها شوكولاته في شوكولاته طبعا، فانا ما حطيتش فيها فاكهه يعني. فالاطفال انتوا عارفين الاطفال بتحب الحاجات دي، الحاجات الملونه والشوكولاتات والكلام ده. وهنا ده بسكوت اوريو. هنا حطيتها بالمألوف فدرتها تاني، لفيتها تاني بقى عدلتها. اقل حاجه تمشي نفسك بيها، مش شرط اللي انا عملته وتعملوه، ممكن تغلفيها زي ما انا غلفتها بالكريمه كده، وتجيبي شوكولاته مبشوره وترشيها عليها، خلاص خلصت. اقل حاجه المتوفر اللي موجود عندك تعملي بيه. وهنا طبعا في كام واحده اوريو كده فضلت معايا، فقلت ايه احطها على الجوانب يعني. وكريز بقى شويه شوكابون برضو كده نرشرشهم اي حاجه يعني. اي حاجه كده زي ما حضراتكم شايفين. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وشكرا على دعمكم لي. السلام عليكم.